السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا، أحباب القناة المتواضعة المزرعة السعيدة، أهلا وسهلا بكم. نتمنى تكونوا بصحة وعافية وكامل الحيوانات تاعكم بخير. عندنا موضوع اللي هو ابيضاض العينين. عندنا الجدي هذا راهو مصاب به، شوفوا العين تاعو الآن فيها بياض لو تلاحظوا. نحاول نوضح لكم الصورة أفضل. هذا بيض العينين، هذا الابيضات تاع العينين راه يجي فطريات التهاب العينين. هذا هو عبارة عن التهاب ميكروبي يجي من فطريات. السبب الرئيسي نتاعو هو الغبار او الارضية تاعك تكون غير نظيفة، مثل ما حدث عنا هذه الايام هو هبوب الرياح، طائرة هذا البقايا الموجودة في الارض تاع الغبار، الأعين تاع الحيوان. في بداية الأمر يبدأ الحيوان يدير المناعة نتاعو عن طريق الدمع، يفرز دموع لمحاولة طرد هذيك طرد الغبار. الآن هذا في حالة عماء تام، راهو لا يستطيع أن يرى شيئا. قلنا نستعملوا له مامي فورد في كلتا العينين بعد عدة أيام، 3 أيام. إذا وصل للعمى التام بعد 3 أيام على الأكثر أو 4 أيام يرجع يشوف بشكل طبيعي. وهذا راهو يعني موش مرض خطير أو صعب، راهو سهل العلاج نتاعو. المفيد أنه العلاج اللي نوضعوه موش بالضرورة مامي فورد، أي دواء يحتوي على البنسلين. تقدروا تستعملوا الحقنة تاع الرئة، الحقنة اللي يستعملوها البياطرة للرئة تجدي نفعا وتجيب العلاج. الآن هو بدا عنده يومين نظن، لا بدينا له العلاج بالأمس. هو بدا يشوف قليلا، هو استطاع أنه يروح للماء، يشوف حوالي 10%. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.